السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو تاع اليوم غنشوفوا شحال غيتزاد على المشغل في حالة تعطل في الاداء ديال الاشتراكات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبة للنسب ديال الغرامات فكيخلص المشغل 3% من الاشتراكات عن اول شهر ديال التأخير، و1% بالنسبة للأشهر الموالية بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي أو السنسات، و1% بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض أو لامو عن كل شهر تأخير. وباش نفهموا هاد النسب ونفهموا مزيان غناخدو مثال ديال أجير كيديكلارا 3000 درهم للشهر. هذا هو الطابلو اللي غنخدموا عليه، فيه ريجيم طو، غنشوفوا المونطون ديال الكوتيزاسيون الا تخلص في وقته شحال غيكون، وغنشوفوا الا كان روطار غناخذوا الروطار ديال 3 موا ونشوفوا المونطون بشحال كيتبدل. نبداو بالنسبه كوتيزاسيون سينيسيس. الا كان عندنا الصالير بروت 3000 درهم، نضربو 3000 درهم في الطو ديال السنساس، خرجت لينا 595.80. بالنسبه للكوتيزاسيون امو 3000 درهم في طو ديال لامو. بالنسبه لهاد لي طو داخله فيهم البار باترونال والبار سالاريال، وهذه تاكس دو فورماسيون بروفيسيونيل 3000 درهم في 1.60%. وبالنسبه للطوطال هو 834.90 الا تخلصت في وقتها. هذا هو المونطون اللي غيتخلص. اما في حاله تعطلنا بشهر المونطون غيتبدل، حيت غتزاد عليه البيناليتي ديال 3% بالنسبه للسنساس وطاكس دو فورماسيون بروفيسيونيل. اما لامو غتزاد 1% بالنسبه للشهر الاول. هنا زدنا 3%. بالنسبه للامو واحد في المية. تي اف بي هي 3%. المونطون اللي غيتخلص هو 856.13. دابا نشوفوا الحاله الا دازت شهرين ومازال ما تخلصش. قلنا بالنسبه للكوتيزاسيون سنساس في الشهر الاول كنخلصوا كتكون بيناليتي 3%، وفي الشهر اللي من وراه هذيك 3% كتزاد عليها 1%.
ناخدو المونطون الاصلي في 4%. بالنسبه للامو عندنا في الشهر كاملين الروطار 1%. الشهر الاول خلصنا 1%، الشهر الثاني غنزيدو 1% اخرى. وبالنسبه للتي اف بي بحال سناسس. الشهر الثاني الا ما خلصتيش شهرين غتولي 864.47. ودابا نشوفوا الا دازت شهر 3 شهور ومازال ما خلصناش. عاودتها باش يلا تفهموا اكثر وتخدموا على امثله اكثر. الشهر الاول 3%، الشهر الثاني زدنا 1%، الشهر الثالث غنزيدو 1 اخر في المية، يعني غتولي في 5%. الشهر الاول 1% بالنسبه للعمو، الشهر الثاني 1 والشهر الثالث 1، هي 3%. و الا تعطلنا 3 شهور غنخلصوا 872.82 درهم. وهاد الطريقه غتطبقوها على الشهور كاملين اللي مازالين في حاله المشغل ما كانش كيخلص. فكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. الا كان عندكم اي تساؤل خليوه لي في كومونتير. غنخلي لكم في الديسكريبسيون مواضيع عندها علاقه بالموضوع ديال اليوم او تقول مكمله. وفي الاخير كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والى اللقاء.